الثانوية العامة مش نهاية العالم ولا بداية الجنة. الحلقة مش عشان المذاكرة بس، ولا علشان نشد حيلك وخلاص. الحلقة عن عقلك اللي تحت الضغط، وعن الخوف، وعن المقارنة والنتيجة، وازاي الطالب يطلع سليم نفسيا، وان رقم في ورقة هو اللي هيحدد مستقبلك وكرامتك ونظرة الناس ليك. الحلقة ديت مش عشان اقول لك ذاكر، الحلقة دي عشان اعرفك ازاي تفكر تحت كل الضغوط اللي حواليك. ليه الثانوية العامة مرعبة للدرجة دي؟ الاسباب كتير، وكلها اسباب حلها سهل جدا. أولها للأسف ضغط الأسرة، واللي بعضهم بيحملوا أولادهم أكتر من اللازم، عاملين لهم رعب بسبب موضوع الثانوية العامة، عبارة عن بعبع بيخوفوهم بيه. عندنا برضه المقارنة بالغير، جملة مفيش كلية يبقى مفيش مستقبل، ودي أكبر كذبة اتزرعت في عقول أجيال. في ناس جابت مجموع عالي وضاعت في الكليات، وناس مجموعها متوسط وبنت نفسها. أخطر حاجة على طالب الثانوية مش قلة المذاكرة، أخطر حاجة الخوف. الخوف اللي بيشيل العقل ويخلي الغلطة تاخد أكبر من حجمها. طيب أعمل إيه دلوقتي؟ إيه الكلام العامل اللي المفروض أبدأ عليه؟ ذاكر اللي تقدر عليه بس بضمير، ابعد عن المقارنات، اقفل ودنك عن الهلع، نام كويس. العقل المرهق بيغش صاحبه. يعني مش هذاكر وانا مرهق، التحصيل هيكون ضعيف. ومن هنا اقدر اقول رسالة لطلاب الثانوية العامة للسنة كلها. خليني اقول لك الحقيقة من غير تزويق. الثانوية العامة مش سنة دراسية، دي سنة اختبار اعصاب، واختبار ثقة، واختبار صبر. اكبر مشكلة بيمر بيها طالب الثانوية مش المنهج ولا الدروس ولا الامتحانات، أكبر مشكلة هي اللخبطة. طالب بيبدأ السنة متحمس، وبعد شهر ولا شهرين يضيع بين مدرسين وجدول مش ثابت وضغط أهله وكلام الناس، فيفقد التركيز ويرجع يعذب نفسه. خلينا نرتبها بعقل. أول مشكلة، مش عارف أبدأ منين. الحل بسيط، ابدأ بالقليل المنتظم مش بالكتير المتقطع. يعني هبدأ مذاكرة قليلة بس بطريقة منتظمة. مش شرط بقى ان انا اجي اخلص كتاب في يوم واقعد شهر مش عارف اذاكر، وان انا اذاكر مادة واحدة في اليوم واكون مركز عليها. عدد محدود من الحصص، مذاكرة قصيرة لكن مركزة. الاستمرارية اهم من الحماس. يعني ان انا اكون مستمر على مذاكرة مادة او مادتين او درس او درسين اهم عندي من ان انا اذاكر النهارده كم كبير وبكره ما اذاكرش. تاني مشكلة التسويف. التسويف مش كسل، التسويف خوف انك ما تلحقش تذاكر، خوف انك تغلط، خوف ما تطلعش قد التوقعات. والحل، ابدأ حتى وانا خايف. العقل بيهدى بعد البداية مش قبلها. يعني انت لسه ما بدأتش هتفضل خايف، لكن بمجرد ما بتبدأ الخوف بيتلاشى. عندنا تالت مشكلة، المقارنة. في كل فصل في واحد بيقفل خالص، وواحد تاني ما بيذاكرش وبيجيب درجات، وواحد أهله شايفينه عبقري. سيبك من كل دول، قارن نفسك بنفسك مش بغيرك. انت مش مشروع نسخة، انت مشروع حياة. رابع مشكلة الإرهاق وفقدان الطاقة، انك بتنام قليل في ضغط مستمر وشعور بالذنب حتى وانت بترتاح، وده خطر. الراحة مش خيانة للمذاكرة، الراحة صيانة للعقل. نام، كل كويس، اقفل الموبايل شوية. العقل التعبان ما بيطلعش أحسن ما عنده. طيب إزاي تجتهد صح؟ ذاكر للفهم مش للحفظ. اسأل قبل ما تتراكم الأسئلة. راجع بانتظام. حل امتحانات قديمة. اعرف إن الغلطة مرحلة مش فضيحة هتقابلك، والنتيجة مهمة بس مش مقياس. الثانوية العامة نقدر نقول كده إعلاميا إنها سنة صعبة، لكن في الحقيقة هي سنة زي أي سنة. ولو قلنا عليها صعبة فهي مش مستحيلة،
واللي يعديها بعقل مش بس بمجموع هو اللي كسب بجد. خد نفس، رتب يومك، اشتغل بهدوء، وسيب الباقي على ربنا. طيب لو النتيجة ما كانتش زي ما كنت متوقع مع اني بذلت المجهود، اسمع الجملة دي كويس. الحياة بتبدأ بعد النتيجة مش عندها. النتيجة مش هتوقفني، أنا ببدأ حياتي من بعد النتيجة، لأن خلاص حددت وعرفت أنا همشي كده ولا كده. ففي طرق كتير وفي فرص أكتر، بس محتاجة عقل هادي مش مكسور. ومن هنا بوجه رسالة للآباء: ابنك مش مشروع مجموع ولا استثمار درجات، ابنك إنسان، ولو خسر ثقته في نفسه مش هتكسب أي كلية. الثانوية العامة محطة مش سجن، والنتيجة ورقة مش حكم مؤبد. خد نفس وفكر وابدأ حياتك صح، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله بسنة كل محقق فيها اللي هو عايزه. مش عايز أطول عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل. سلام مؤقت للحلقة الجاية.